خبر مهم جدا انه المحكمه الفيدراليه السويسريه اصدرت حكمها في قضيه منع المصري من العوده من جديد للدوري العام. المحكمه النهارده صدقت على قرار المحكمه الرياضيه الدوليه وخلاص كده قفلت، وقالت كمان انه المدعي اتحاد الكره المصري يتحمل كافه اتعاب المحاماه 18,000 فرنك سويسري او ما يوازي 125,000 جنيه مصري. معي على الهاتف السيد كامل ابو علي رئيس النادي المصري. مساء استاذ كامل. مساء الخير يا كابتن. ازاي حضرتك؟ الله يخليك كابتن. هل كده الموضوع اتقفل تماما؟ تماما يا كابتن. خالص. وبعد الحكم ده بتاع امبارح الموضوع منتهي خالص، وزي ما قلت لك قبل كده حصل ان احنا كنا واثقين من والحمد لله ربنا وفقنا. واتمنى طبعا يعني المستقبل من كده لنا كلنا، ولاننا يعني مش عاوزين نقضي حياتنا في مشاكل ومحاكم وكل ده، فعاوزين يعني ان شاء الله يكون المستقبل احسن بكتير يعني. طيب هل ده معناه انه بيفتح الباب لمساعي الحميده لمحاوله الوصول لحل رياضيا انتهى الامر، وايضا قانون انتهى الجزء الاول من الحل، فضل الجزء الثاني مع احكام النقض؟ يعني هل هيبدا يعني الاذكياء والمحترمين في هذا البلد في هذا الوطن انه يحاولوا ينهوا المات ويحاولوا الوصول الى نقطه التقاء يا استاذ كامل؟ والله يا كابتن يعني انا شايف ان ما فيش حالنا الا ان احنا نسامح بعض، وان احنا نقعد مع بعض، وان احنا اولاد وطن واحد، واحنا شايف ان البلد كلها يعني في حاله من كبيره جدا من الفوضى. فتمام الفوضى طبعا دي تنتهي قريب جدا. واحنا كلنا اولاد وطن واحد، واحنا كلنا عاوزين المصلحه العامه، وكلنا عاوزين البلد نطلع لقدام وما نفكرش في اللي ورا بس، وعاوزين نعالج الامور. واكيد اللي هو يعني اللي هيقربنا لبعض اكتر واكتر يعني. طيب الان انت في موقف القوه على الاقل قانونيا، يعني بعد رفض طلب المحكمه وكان لك بمحاوله يعني اعتذار المصري عن اللعب هذا الموسم المقبل حتى تهدأ الامور. هل ما زال ده الامر قائم؟ كابتن حضرتك عارف ان انتخابات النادي المصري اغلق الباب الاسبوع الماضي. وانا لم ارشحي للرئاسه للنادي المصري. نعم. واعتقد ده هتكون في مجلس الاداره القادم ان شاء الله، هو صاحب هذا القرار. نعم. واتمنى انا من جهه نظري ما زلت بقول هو ده الحل الوحيد علشان الموسم في موسم كرو السنه الجايه. لكن احنا النادي المصري هيلعب السنه الجايه هتبقى فيها مشاكل كتير، وخصوصا في الظروف اللي احنا بنعيش فيها كلنا في هذا الوطن. هذا الوطن دلوقتي مننا كلنا يا كابتن، اي حد مننا مطلوب التضحيه عشان وطنه. اذا كنا عاوزين نعيش فلا بد ان نفكر في اولادنا ونفكر في يعني وشك حلو. منتخب مصر بيتقدم 1-0 على المنتخب العراقي الشقيق في الدقيقه 27. منتخب مصر كان بقى له 5 دقائق كده دخل المباراه وبدا يوصل لمنطقه المنتخب العراقي، وكره عرضيه الحقيقه اتصور يكوكا كهربا قدر يسجل منها الهدف منتخبنا الوطني. اتمنى ان هم يحافظوا على هذا التقدم. كوكا اللي سجل هدف التقدم لمنتخب مصر. اتفضل يا مستر كامل. ومبروك، وان شاء الله المباراه تنتهي على خير ونطلع ان شاء الله يا رب. انا بقول لك يا كابتن شوبير دلوقتي احنا عاوزين، انا سمعت حديثك مع الاستاذ عمرو فاروق. نعم. وسمعت الناس يا جماعه احنا البلد دلوقتي محتاجه الرجاله. محتاجه الناس توقف مهما كان موقعه، حتى لو موقعه صغير او موقع كبير، محتاج كلنا نقف موقف راجل واحد. احنا يا جماعه دلوقتي يبقى عندنا وطن. واولادنا هيسافروا هيهاجروا. اولادنا هيضيعوا مننا كلنا. خلينا مع ايد واحده، خلينا مع بعض نبص للمستقبل احسن علشان الاجيال اللي جايه. احنا في وضع صعب جدا، وانت شفت الازمات اللي بنعيشها. صحيح. والاقتصاد اللي بيرجع وكل حاجه. ده مش هيجي الا بحاجه واحده، ان احنا لابد ان احنا نفكر في حاجه في اقتصاد بلدنا وروح بلدنا، وان شاء الله يحصل في التغيير. واتمنى ان شاء الله ان البلد ترجع زي احسن من الاول مليون مره. احنا فعلا اتاخرنا جدا، ضاع مننا 3 سنين اهوت كتار جدا. ولكن الناس بتتكلم، بشوف بقى الناس بتتكلم يمين وشمال يا كابتن، ما حدش همه حاجه خالص. طيب اسالك انه الناس في بورسلها ما زالت متمسكه بكامل ابو علي، واذا كان حتى حد متقدم للرئاسه فهو على استعداد انه يتنازل ويعود كامل ابو علي مره اخرى، خصوصا بعد انتهاء القضيه اللي انت حاربت عشانها. شفت ان ده حقك وحق ناديك وظللت معه حتى النهايه في المحكمه. يعني هل ستستجيب لضغوط؟ بص يا كابتن، انا مستعد اخدم بلدي
باي حاجه في الدنيا بس تكون طبيعيه للعمل. الظروف الطبيعيه هي الاساس في كل شيء. لكن التخبط اللي احنا عايشين فيها الايام دي اللي مضيع حقنا وحق الناس كلها، اللي مضيع البلد كلها. يعني مع الزمن وانا بقول لك كلمه على الهوا يا كابتن اهوت، سيبوا الزمن يكشف مين اللي كان ليه مصلحه في حصول هذه الجرائم، سواء اثناء المباراه، بعد المباراه، واثناء النطق بالحكم. في جريمتين لحد الان اكيد الزمن هيكشف عن الفاعل الحقيقي اللي كان له مصلحه في حدوث هذه الفوضى في المجتمع بتاعنا. لكن للاسف دي حصلت على ارضنا، واحنا صدقني ما لناش ذنب خالص. انا واحد من الناس بعشق الاهلي، بحب النادي الاهلي، بحب اداره النادي الاهلي، كل يعلم ذلك. لكن انا بقول لك في الاخر ان المشكله ليست بين اداره النادي الاهلي واداره النادي المصري اطلاقا، مفيش اي مشكله. لكن نبص في النهايه للمصلحه العامه لهذا الوطن. هذا الوطن بيضيع يا جماعه، بيضيع مننا. ارجو يا كابتن شوبير ان الناس تفهم حاجه واحده، ان احنا وطن واحد، ومش ممكن ابدا اللي فيه حاجه واحده بس هتبقى لنا كلنا، ان احنا لازم نعيش مع بعض ونتجوز من بعض ونخلف مع بعض، ولادنا يكبروا مع بعض. هل عندك اسرار هتقولها في يوم من الايام؟ والله عندي احساس. لكن ما عندكش معلومات؟ لا ما عنديش معلومات، لكن عندي الاحساس. بيقول ايه احساسك؟ عندي احساس بيقول ان في طرف كان ليه مصلحه في هذا الموضوع كله يتم. مش عايز واستغل الشباب الصغير الطيب في حاجات كتيره جدا. اكيد هيظهر هذا في يوم من الايام، لان احنا مش قتلاء، احنا ناس بنحب الناس. احنا ممكن نزعق مش عارف، يعني ممكن الشباب مع بعض يزعقوا ويشتموا، لكن ما توصلش للقتل اطلاقا. نقول انه كامل ابو علي في راحه لمده سنه؟ على حسب يا كابتن الظروف اللي هتعيش فيها بلدنا، وخلينا 30/6 يحصل في ايه. يا رب يكون لمصر يا رب. استاذ كامل ابو علي، اشكرك شكرا جزيلا، اوضح تماما كل الامور بوضوح تام. كده خدنا الوزير وخدنا نائب رئيس اللجنه الاولمبيه نائبا عن رئيس الاولمبيه، لانه حق الرد اساسي ومكفول، وايضا خدنا الاستاذ كامل ابو علي قبا على حكم المحكمه الفدراليه. الحقيقه الراجل ده لو تقدروا تجيبوا اللقطه المداخله اللي كان عملها زمان، اكد ان الموضوع محسوم من بدري. خليني اقول لكم واحنا في الدقيقه 32 من الشوط مباراه مصر والعراق، زي ما قلت لكم المباراه